انا ايمي الشريف، ودي وصفتي النهارده كيك السميد بطريقه سهله ولذيذه وناجحه جدا باذن الله. بس قبل ما نبدا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب ايمي الشريف، واهم حاجه تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. بصوا الكيكه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي معموله بطريقه سهله وسريعه جدا، مفيهاش اي صعوبه والله، هي مكونات اتحطت على بعضها. الطريقة دي على طريقة جدتي كده زمان، كانت بتعمل الحلو ده كده لما يكون لينا مزاج ان احنا ناكل كيكة سريعة، حاجة كده ما بين الكيك والبسبوسة او الهريسة. اول حاجة انا هجيب 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم كوباية سكر بالشكل ده وعليهم الفانيليا بتاعتهم. وبعد كده ابدا اقلبهم كويس بحيث ان القوام يمتزج ببعض ويبقى لونه فاتح. على فكرة ممكن الخطوات دي كلها تتعمل في الخلاط، بس انا جاي على بالي ان انا اخلص كده بسرعة، مش محتاج مجهود يعني. بالشكل ده. بصوا، بقلب لحد ما الحاجات تختلط ببعضها كلها ولون الخليط يفتح. شايفين؟ طبعا سكر عادي ولا سكر بودر ولا اي حاجة. عليه زبدية. الكيكة دي مغذية جدا برضو، مكوناتها كلها مغذية. عليها كوباية. بصوا بقى، ده العصير بتاع الكمبوت. انا كان عندي زيادة فقلت استخدمه. طب البديل بتاعه ايه لو انا مش عندي؟ والاكتر يعني اللي ممكن يستخدم كوباية حليب وعليها كوباية زيت. انا كده حطيت كده كمية المكونات السائلة، وبدي بقى تقليبة حلوة كويسة كده بحيث كل المكونات تختلط ببعض. على فكرة طلعت بالعصير بتاع الكمبوت حلوة قوي برضو. وبعد كده بقى بحط حوالي كوباية سميد. انتوا حاسين ان الدنيا القوام سايل، بس انا لسه عشان المكونات الجافة لما تنزل هتظبط القوام. والسميد اول حاجة بحطها لان هو كمية ثابتة، كوباية. بعد كده بحط كوباية من الدقيق الابيض، دي قبل الازديادة بقى. يعني مرات احط كوباية، مرات كوباية وربع، لحد ما اوصل للقوام اللي انا شايفاه مناسب. انا عاملة اضافة بقى اللي هي جوز هند، يعني حط حوالي كوباية الا ربع كده. انا حاطه بشكل عشوائي يعني. على فكره ممكن تحطي زبيب، ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي فواكه اللي هي مجففه، اللي هي الالوان دي. اي حاجه متاحه عندك، بس ساعتها بقى اي حاجه تانية صلبه هتنزل مع الدقيق الابيض علشان تختلط بيه الاول وتتغلف علشان ما تتحرقش. دي اول كوبايه من الدقيق عليها البيكنج باودر بتاعها. وبكمل بقى تقليب. على فكرة انا حتى مش بقلب بطريقة التقليب بتاعة الكيك المظبوطة، بقول لكم هي دي الكيكة كده ناجحة، ملهاش اي علاقة بان هي ممكن تطلع مش ناجحة او ان هي مش حلوة او حاجة كده وهم يعني. وبتدي كمية كبيرة يعني. بصوا انا عاملة كوبايتين دقيق هتديني صينية آه، مش كبيرة قوي، بس انا عاملاها قطعة عالية يعني مش رفيعة. بعد كده بقى بنزل بربع كوباية دقيق. انا لسه حاسة ان انا ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه، فنزلت حوالي 4 معالق كده. كده الدنيا ظبطت، ادي هو ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه. بفضي بقى المضرب بشيله، وهبدا بقى استخدم السباتيولا عشان الم بيها كل الجوانب، وفي نفس الوقت اطمن ان مفيش حاجه موجوده في ارضيه الطبق. بصوا انا كده اطمنت ان الدنيا مظبوطه. هجيب القالب بتاعي دهنه سمنه عليه رش دقيق، وبنزل بقى بالعجينه بتاعتي. بصوا قوامها، التخريزه اللي فيها دي ده لجوز هند. طبعا الفرن على درجة حرارة 170. هحطها على الرف الأوسط لحد ما تبدأ تعلى وتاخد تسوية من الجناب كده، وبعد كده ارفعها على الرف اللي من فوق عشان لون الوش بتاعها ياخد اللون اللي انا عايزاه، اللون الذهبي. طلعت من الفرن وهي سخنة خالص لسه، هننزل عليها بالسيرب. ده عبارة عن كوباية ونص سكر، كوباية ونص مية، ورشة ليمون وعسل جلوكوز. هحط كده وهرجع تاني اغطيها شوية، بس الغطا ما يكونش قريب من الكيكة لحد ما تبدأ تهدى شوية. طبعا انا مش عايزه اقول لكم ريحتها قلبة البيت، فبالتالي احنا مش قادرين نستنى لحد ما تبرد. فانا بصوا بدأت اقطع منها والله سخنة، فبالتالي مش هتطلع القطع يعني متناسقة قوي، بس بصراحة مش قادرين نستنى. ريحتها حلوة قوي يعني، ريحة الفانيليا على الجوز هند. فكرة بقى ان هي سميد على دقيق، فهي حاجة كده واقعة ما بين البسبوسة والكيكة. يعني عايزة اقول لكم وصفة تحفة. هدي بقى رشة جوز هند عليها. كان ممكن تدي الرشة دي على الصينية اصلا قبل ما اقطع. وعليها كريز اكثر اللون بيه. بس كده، مش عايزة اكتر من كده يعني، حاجة تحفة.
وزي ما قلت لكم انا بشوفها ان هي كيكه اقتصاديه، يعني ما خدتش خامات ومكونات كتير، معموله بالزيت حتى، وفي نفس الوقت ادتني النتيجه اللي انا عايزاها واحلى. شايفين؟ طبعا انت بتتحكمي بقى في سمك العجينه بتاعتك، ممكن كنت تطلعيها ارفع، بس انا بشوف الكيكه دي يعني من الوصفات اللي لازم تكون عاليه، مش رفيعه. طعمها يجنن. بصوا، ولما بردت كمان بقت بقى متماسكه اكتر، والقطع بتاعتها متماسكه، يعني بقت في حته تانية كمان. يا ريت تجربوها. بصوا، روعه، ولونها ذهبي ازاي. اظن وصفه سهله قوي على طريقه جدتي، يا ريت تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.